السلام عليكم شبابنا الحلوين، صباح الخير عليكم يا اخي. كيف احوالكم واموركم؟ ان شاء الله طيبين يا جماعه. والله قاعد لي في جو عجيب. وحش التويوتا الجنبي ده كمان. ده حته برضو بارك صغير، او يعني منتزه صغير كده. فيه ملعب كوره هناك، وفي ملعب بتاع سله هنا. الحته دي هنا ملعب بتاع سله، وهنا دي روضه. المبنى ده هنا روضه، وهناك في مسجد. المبنى ده الجو مع الجو السمح اللطيف ده. الليلة اتكلم لكم الليلة في موضوعين كده مهمات شديد. الموضوع الأول مهم للناس اللي وصلوا أمريكا هنا. الموضوع الثاني مهم للناس اللي قاعدين في القاهرة واللي قاعدين في السودان، وبالتالي اللي قاعدين في الخليج يعني. بالذات الناس اللي قاعدين في الخليج ديل يعني أمورهم شوية طيبة وحلوة كده، وبيقدروا يظبطوا يعني كويس في الموضوع الثاني ده. الموضوع الأول للناس اللي قاعدين هنا. يا جماعة انتوا يعني الواحد والله العظيم الجي جديد ده واستلم الرخصة بتاعته بتاعت السواقة، انت في نعمة كبيرة والله. والله في نعمة كبيرة من ربنا. قول لي كيف. اول حاجة انت حتجي بديهيا حتطلع الورق بتاعك، السوشيال سيكيورتي نمبر، وحتطلع الجرين كارد اللي هو الإقامة بتاعتك، وحتمشي تطلع الاي دي الهوية بتاعتك وباقي الأوراق الثبوتية دي كلها، وحتمشي تبدأ شغل. حتكون قاعد في الشغل ده متكحرت كده سنة سنتين ثلاثة لحد ما تظبط امورك، تجيب لك عربية وتكون كده ثبتت يعني زي ما يقولوا رجلك في البلد دي يعني. لكن انت لو سعيت في موضوع الرخصة بتاعتك من الاول، يعني مجرد ما تصل كده بس مشيت سعيت في موضوع الرخصة بتاعتك، انت في نعمة كبيرة والله. ليه انا قلت الكلام ده؟ اول حاجة الرخصة بتاعت السواقة ما بيتعاملوا بها هنا على اساس انها هي وسيلة انك تقدر تسوق بها العربية، لا. بيتعاملوا بها على انها هي هوية، بيتعاملوا بها على انها هي وسيلة تقدر تجيب بها دخل اضافي، بيتعاملوا بها يعني ما اعرف اقول لك شنو، لكن هي مهمه شديد صراحه. فيها يعني فيها امتيازات كثيره كثيره. حتى انت لما تيجي تقدم لشغل، انت كونك انك عندك الرخصه بتاعت السواقه، وزول تاني مقدم معاك في نفس الوظيفه دي وما عنده رخصه بتاع السواقه، انت لك الافضليه انك ياخذوك في الشغل ده حتى لو ما عندك عربيه. ليه؟ لانه جوا المستودعات مرات في بيكون في تركات، بيكون في فورك ليفت، بيكون في اللي هي الرافعه الشوكيه دي، بيكون في التركات اللي هي العربات الكبيره زي حاجه زي عربات اليو اس، زي الدفارات يعني، زي الدفارات في السودان. فبيحتاج انه مثلا ينقلوا دفار من حته لحته للمستودع اللي بيغادر للبوابه الثانيه اللي ما عارف شنو، يدخلوا تراك جوا عشان ينزلوا منه بضاعه، يطلعوا له بضاعه، يعني تحميل وتفريغ وكده. فالعامل الجوا ده لازم يكون هو بيعرف يسوق وعنده الرخصه عشان يكون مؤهل انه جوا الشغل لو احتاج له في اي حاجه من الحاجات دي يقدر يكون مؤهل يعني انه يسوق اي عربيه يعني عادي. ف ده موضوع الرخصه يعني. فالحاجه الثانيه اللي انت محتاجها في موضوع الرخصه ده، انه انت ممكن تشتري لك عربيه. يعني ان شاء الله كده بعد ما تبدا امورك تترسك زي ما نقول احوالك كده، وتقدر تشتغل لك شهر شهرين ثلاثه شهور كده، وتشتري لك عربيه ب 2000 3. ما في زول يقول لي ما في عربيه ب 2000. في عربات ب 2000، في ب 1000 ونص بتلقاها في امريكا. هاي ب 1000 ونص دولار بتلقى العربيه. انت ممكن مرتبك تطلع في الشهر 2000 ونص، تجيب عربيه ب 1000 ونص. ممكن تلقى الحاجه دي. اللهم عربيه باربع لساتك تقدر تتحرك بها، وزي ما يقولوا تبقى لك شنو، ترفع قدمك ده، تقدر تصل بها للناس يعني اجتماعيات وكده، وتقدر تصل بها الشغل. ف ودائما انا بقول للزول الجديد اشتري العربيه الصغيره، ما تشتري عربيه جهامه كبيره زي الوحش الجنبي البجاي ده. اشتري عربيه صغيره على قدرك. انت لسه ما متعود على السواقه في البلد دي، اشتري حاجه صغيره زي الاتوس، العربات بيقول عليها شنو يا اخ، المهم عربات صغيره يعني عشان انت تقدر في الواقع في اي باركن. حوريك ليه قدام، لان انا قلت عربات صغيره ليه. المهم عشان تقدر تدخلها في باركن وحاجات زي دي، وفي السبب الثاني بوريك له. ف يلا العربية انت ممكن تشتغل شغلك العادي اللي هو الدوام بتاعك العادي، انه هو مثلا من الصباح لحد المساء، ومن المساء مثلا لحد تاني يوم صباحا، ايا كان الشفت اللي انت حتختاره في شغلك اللي حتنزل فيه، تشتغل شغلك عادي. لما تجي راجع من البيت حيكون عندك 12 ساعة لحد ما تمشي تاني يوم للشغل يعني.
ال 12 ساعه ديل انت ما حتقدر، ما حتكون بديهيا كده. انت لو اشتغلت مثلا في اليوم 8 ساعات، 8 ساعات، ال8 ساعات دي انت حتيجي مثلا تشتغل فيها كم مثلا؟ لو قلنا مثلا 8 ساعات، لو فرضنا مثلا انت في اليوم 24 ساعه حتشتغل 8 ساعات، انت عندك 16 ساعه فاضل لك. 16 ساعه دي انت حتيجي مثلا كلها حتقضيها نوم، صح؟ يعني حاجه ما معقوله، صح؟ فانت ال 16 ساعه دي لو جيت اشتغلت فيها على الاقل بس 6 ساعات بعربيتك ان شاء الله تشتغل شفتها اي حاجه. فهنا السبل بتاعت الشغل هنا كتير. عندك حاجه اسمها تطبيق امازون فليكس. كويس، تطبيق امازون فليكس ده ممكن اقول لك مثلا شنو، اللي هو التطبيق بتاع توصيل الباكجات ده. ممكن دي عربيه، هسه العربيه دي عربيه من العربات اللي بتوصل برضو الباكجات، لكن انت ممكن تشتغل بعربيتك العاديه، تقدر توصل بقى اللي هي الاوردرات بتاعت امازون دي. فعندك تاني شنو، زي مثلا تطبيقات الدليفري، جراب هاب، ما اعرف، دور اوبر ايت، يعني تطبيقات دليفري دي كتير وما عندها حصر. فبرضه بعربية صغيرة، ده برضه السبب من الأسباب. العربية الصغيرة مريحة في الدليفري. لما تجي تقيف قدام المطعم، حتى لو ما لقيت باركن انت بتقدر شنو تقشطها في نص عربيتين ثلاثة. فالحجم العربية بيكون دائما صغير، ما حتتعب كثير يعني في قصة البركنة بتاعتها. فسريع سريع بتبركنها سريع سريع، وبتطلع من العربية تمشي تجيب الاوردر بتاعك من المطعم دي، وبتجي طالع وتركب عربيتك وتمشي توصل الطلبية بتاعتك. لكن انت بتكون يعني سائق عربيه كبيره كده جهامه واس يو في وبتاع، فحتكون معاني شويه في موضوع الباركن، لانه الباركنات دايما في المدن الكبيره بيكون يعني ما متوفر كثير. فانت حتضطر لازم تصل المطاعم، والمطاعم دايما بتكون في نص البلد، في مناطق كلها زحمه وما بتلقى فيها مناطق بتاع وقوف متوفره. فالعربيه الصغيره حتساعدك في الحاجه دي. وغير كده زي ما قلت لكم برضو شنو، يعني اللهم صل على الحبيب، انا بقيت انسى والله. والفيتامينات بقت ناقصه شديد غايته. المهم، فالرخصه بتساعدك زي ما قلنا في انك تشتري عربيه صغيره تقدر تساعد بها نفسك كدخل اضافي. تشتغل بعد ما تجي من الدوام بتاعك، مثلا انت لو شغال دوام صباحي بتجي من الساعه 2 مثلا او الساعه 4 ايا كان الزمن اللي بتجي فيه، تقدر تشتغل من الفتره بتاعت بعد الظهر دي لغايه المساء. تقدر تعمل لك برضه شنو دخل اضافي. يعني انت لو بتطلع في دخلك داك $700 او $500، لا تقدر تطلع في ده برضه $150 او $200. يعني احسبها بعد ذاك في الاسبوع ممكن تصل ل $600 زي الشغل اللي انت حتشتغله في الدوام الصباحي. يعني انت ممكن تعمل عادي، تعمل ال 1300 1500 انت ومجهودك. فالمهم انت ومجهودك، اللهم انت ومجهودك. القعده غلبتنا يا احنا نقوم نتحرك شويه. فالمهم الموضوع الثاني، يلا موضوع التجاره يا جماعه، التجاره بتاعت الصين. والله يا جماعه التجاره دي انا لي حسي حاليا زي يمكن زي تقريبا لي سنه كده، بالتحديد لي زي سنه كده قاعد ابحث في الموضوع ده، يعني بحث شديد صراحه. قدرت اصل لمعلومات كويسه بتفيد في الموضوع ده، لكن لسه يمكن اعتبر يا دوب شايف نفسي يعني مبتدئ في الحاجه دي. طبعا بسمع زمان بيقولوا الناس اللي بيمشوا يسافروا الصين ويجيبوا بضاعه من الصين، ويعني كده يجيبوها السودان ويعملوا لها شحن وبتاع يوزعوها بالسودان. كان بتذكر زمان عندنا واحد قريبنا كان بيجيب، هو مش قريبنا يعني نسيبنا، يعني كان متزوج مننا وكده. فما شاء الله طوالي ربنا يمسيه بالخير، فطوالي بيسافر الصين وبيجيب بضاعة. حتى هو زمان ما كان بيسافر بنفسه، لكن كان عنده تجار بيجيبوا له البضاعة بنفسه. هو كان شغال في مجال الموبايلات وكده، زمن التلفونات النوكيا والحاجات السمحة ديك الإريكسونات والعاشقة والحاجات دي. فكان بيجيبوا له البطاطير والاي سيهات اللي هي قطع الغيار بتاعت التلفونات، وكانوا بيجيبوا له الذواكر. فالشاهد في الموضوع انه الذاكره بتكون مثلا علبه صغيره فيها 500 ذاكره، حاجه يمكن تشيلها بيدك. 500 ذاكره في علبه واحده بمبلغ خرافي. دي حاجه ميزه من الميزه انه القطعه صغيره والحجم بتاعها صغير، فكده الشحن بتاعها خفيف ورخيص، لكن هي بسعر شنو مرتفع شديد. دي ميزه من الميزات بتاعت البضائع بتاعت او الاكسسوارات المتعلقه بالتلفونات يعني. فالمهم اللهم انه شنو، الراجل ده كان بيجيب بضاعة من الصين ما شاء الله. لحد انا حسي ما وصلت، بعد ما وصلت هنا امريكا وبتاع، هو ما شاء الله بوراي بقى يمشي الصين ويجيب بضاعة من هناك بنفسه وكده. فما شاء الله يعني تجارة يعني حاجة سمحة شديد.
فموضوع الصين ده انا يعني الحاجه اللي خلتني اخش فيه، زمان كان عندي تجربه كده في موضوع الامازون اف بي اي. الامازون اف بي اي ده يعني الناس اللي ما عارفين عنه حاجه، ده انت بتشتري بضاعه بتجيب بضاعه من الصين، بتجي تشحنها لامريكا هنا، بتجي تدخلها في المخازن بتاعت امازون، وانت بتكون يعني زي كانك اللهم صل على الحبيب، فانت بتكون زي كانك انت شريك معاهم في الموقع بتاع امازون. فانت يعني ناس امازون هم اصلا عندهم بضاعتهم بنفسهم، يعني الاجهزه بتاعتهم بيبيعوها عبر الموقع، وعندهم كتب وعندهم حاجات الكترونيه. موقع امازون يعني معروف جدا، يعني معروف في التجاره يعني. فانت لما تجيب بضاعه وتعمل اكاونت معاهم وتعمل اشتراك معاهم في الموقع وتعرض بضاعتك دي معاهم وتعمل غايبه بتاعت ليستنج في الموقع وتبدا تبيع فعليا في الموقع ده، انت زي كانك انت شريك معاهم يعني. فهم بياخدوا نسبه من المبيعات وبيدوك الباقي، نسبه بسيطه شديد، تقريبا على كل منتج بياخدوا دولار او دولارين يعني. فانا كان بديت الحاجه دي في 2018، فتره كانت بعيده شديد يعني. ف فقلت ليه لا انا ما استثمر، انه بدل ما اجيب البضاعه من لحد هنا لحد امريكا هنا واكون خسران في الشحن بتاعه، في قروش الشحن، واكون خسران في النسبه اللي حيشيلوها مني من ناس امازون، وبعد لما نجي ابيع برضه بيقطعوا من القروش اللي انا يعني حاكسبها في الموضوع ده. ليه انا ما اجيب بضاعه بنفسي انا وامشي اوزعها بنفسي بعيدا عن شركه امازون. فقدرت بعد ذاك شنو اقدر شويه كده ابحث في الموضوع ده، وصلت لحاجه اسمها يعني المهم يعني شركه، هي باعتبارها شركه شحن يعني في الصين. الشركات دي متوفره وموجوده بكثره على موقع علي بابا دوت كوم. اتواصلت مع كم شركة، عرفت انه عندهم شحن لامريكا، وعرفت عندهم شحن لجميع دول العالم مش امريكا بس، حتى ممكن لحد السودان يقدر يوصلوا بضاعة. ففكرت في الموضوع ده، قلت انا ممكن انا هنا قاعد يعني في بلدي هنا، ما محتاج اسافر الصين اطلب بضاعة وانزلها لحد السودان، او انزلها مثلا لحد الخليج او مصر او ايا كان مثلا اي دولة عربية هناك، واشوف اشوف زول يكون تبعانا يستلم البضاعة دي من الجمارك، يمشي يدفع الجمرك بتاعه ويستلمها ويدخلها السوق طوالي. ففكرت في الحاجة دي، دي حسي فكرة لكم يا جماعة، الناس اللي ما بدوا في الموضوع ده من نفسي، الموضوع ده لسه حاليا شغال كويس. حاولوا يعني الناس تخش في الفيديوهات وتثقف نفسها عن الموضوع ده كتير، لأنه التجارة بتاع الصين حاجة ما سهلة وما بتقيف. التجارة بتاعت الصين دي حاجة ما سهلة وما بتقيف وعمرها ما حتقيف. وهسه الصين بقت من الدول الكبيرة في الموضوع ده، في الموضوع بتاع التجارة ده. فتحاول الناس تشوف الموضوع ده بالنفسي وتثقف نفسها بفيديوهات، بكورسات، بدروس في الموضوع ده. يا حبذا لو زول يتعلم اللغة الصينية دي بتكون كده ما قصرت والله. فالناس دي فكرة للناس يعني حتحاول تبدأ بها والله، لأنه المستقبل أنا شايفه والله في موضوع التجارة ده اللي قدام يعني. فبالذات الناس اللي قاعدين في الخليج، لأنه بيقدروا يعني شوية كده بيقدروا يباشر في الموضوع ده، يقدروا يظبطوا نفسهم في موضوع التجارة ده. فأيا كان أنت شغال في وظيفة، عندك دوام شغال فيه، شغال في أي حاجة في السعودية هناك أو في دبي أو في قطر أو الخليج، المهم الخليج كله عامة، حاول استثمر ولو جزء بسيط من القروش، جيب لك بضاعة جيبها الخليج. وحس الخليج ما شاء الله يعني بقت بيقولوا عليها شنو المتاجر الإلكترونية بقت منتشرة في الخليج، والخليجيين شوية كده بيجوا يثقوا إنه الواحد يقدر يشتري من المتجر الإلكتروني. فدي ميزة كويسة من الميزة عند الخليجيين، كونه إنه الزول بيقدر بس يثق في الموقع الفلاني أو المتجر الفلاني ويشتري البضاعة منه، وتجيه البضاعة تصل له لحد عنده. فدي ميزة كويسة يعني، دي ما كانت موجودة زمان في الخليج. كان بس يعني الحاجة المعروف بس إنه هنا في أمريكا وكندا والدول الأوروبية بس هم الوحيدين اللي بيسقوا في موضوع التجارة الإلكترونية دي. لكن كون إنه الحاجة تصل الخليج دي حاجة كويسة. فالناس اللي قاعدين في الخليج يستثمروا الحاجة دي من نفسي، وابدوا في الحاجة دي أيا كانت يعني حجم التجارة بتاعتكم شنو، استمروا بس ما تقيفوا لحد إن شاء الله لقدام تقدروا تقيفوا من الوظائف بتاعتكم دي، يكون الزول براو مستقل يعني، يقدر يشتغل ويجيب دخل براو يعني، بدون ما يكون شغال عند زول يعني أو عند كفيل يعني. فإن شاء الله موفقين يا جماعة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة بإذن الله تعالى. يلا نشوفكم. دقيقة بس داير أوريكم حاجة.
طبعا انا لما اكون شغال اوبر بتاع الركاب العادي ده هنا الزبون طبعا بيكونوا قاعدين هنا الزباين كويس في الكرسي الخلفي ده. لكن لما نفتح التطبيق الثاني بتاع التوصيل، توصيل الباكجات، بقوم بعمل شنو؟ بجي بنزل الكرسي ده هنا كده، وبنزل الثاني هنا. خلاص انا هنا كده بقى عندي شنو؟ عباره عن بوكس عديل، بقدر اشيل اي بضاعه هنا ايا كان حجم البضاعه شنو، بقدر اشيلها عادي جدا. صناديق، ما عارف، ترابيزه، المهم كراتين، باكجات، ظروف، اي حاجه بقدر احملها هنا وعادي اوصل البضاعه، اوصل التوصيله بتاعتي عادي جدا، ما في اي مشكله. لما اكون داير اشتغل ارجع لشغل الركاب العادي، يا هو برجع بس برفع الكرسي خلاص كده بقدر اشتغل توصيل بتاع بني ادمين. اوبر العادي. فالعربيه مساعده شديد، اي عربيه اس يو في بالشكل ده عربيه مساعده شديد في الشغلين، في التطبيقات بتاعت الدليفري والتطبيقات بتاعت الركاب. والاكل ده عادي، الاكل لو انت شايل طلبيه بتاعت اكل عادي يعني ما في اي مشكله. فالحاجه الكويسه انا كم مره قبل كده شلت 4 لساتك، كان طلبيه كانت اظن تقريبا كم $30 يا ربي تقريبا، ما بتذكر والله. كان طالبه زول كان طالبه له 4 لساتك، وعادي قدرت اشيل هنا عادي باريحيه. لكن اكتر شيء التطبيق بتاع الامازون ده اكتر شيء يعني بيكون فيه كله باكيات وصناديق صغيره. الزول الطالب جزمه، الطالب مثلا خلاط، الطالب ما عارف شنو، ورق، الطالب له هدوم، الطالب جاكيت، الطالب حاجات بسيطه يعني تقدر تشيلها هنا في العربيه عادي تقدر توصلها. فانت في الحاجه الواحده انت بتكون شايل لك في الطلبيه الواحده، انت بتكون شايل الحكايه بتاعت 40 20 باكج في الطلبيه الواحده، فحاجه كويسه يعني. الكرسي ده يلا اوديه بغالي انا. فالمهم بس كنت داير اوريكم الحاجه دي يعني. فالعربات الاس يو في مساعده في الحاجه دي شديده يعني، فالناس تحاول تشوف عربات زي دي يعني. على فكره في العربيه بتاعت اللي اسمه شنو، البيريوس هي شكلها زي دي واصغر وفي نفس الوقت ارخص. ممكن الناس تشيل حاجه زي دي يعني، تشتري لها حاجه زي الموضوع البيريوس ده لانه مساعد شديد يعني. فان شاء الله غايته الناس يوفق في الحاجه دي ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، نقول لكم فكره جديده ان شاء الله باذن الله. معاكم سلامه.